ويلكم باك تو ماي شانل. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 يا جماعه. طبعا من عنوان الفيديو انتوا زمانكم عرفتوا دلوقتي احنا هنعمل ايه. انا هاخدكم معايا النهارده في الفري داي بتاعي. طبعا الفيديو اللي فات انا قلت لكم ان احنا هننزل كل حاجه صحيه وكل حاجه، يعني هنعمل كل حاجه صحيه على قد ما نقدر. بس انا اللي متابعني على الانستجرام والتيك توك كنت كل الفتره اللي فاتت ماشيه على دايت معاكم وبنزل كل يوم على قد ما اقدر الفطار والغدا بتاعي. فبما ان النهارده الفري داي بتاعي وبما اني في القاهره ومش دايما باجي القاهره غير عشان مشاوير معينه، فانا المره دي بقى جايه عشان اتفسح مع صحابي. فبصراحه يعني ده حدث مش بيتكرر كتير، فانا بقى كنت هاخد تشيت ميل، بس هي مش هتبقى تشيت ميل بقى، هيبقى فري داي. فهاخدكم معايا في اليوم كله، هنجرب كذا مطعم وهنجرب كذا حاجه جديده. هاخدكم معايا طول اليوم. اول مطعم هنروحه برانشان كيك، ده كان طالع ترند الفتره اللي فاتت اصلا، كان هو كده كده خطير. انتوا هتشوفوا المكان تحفه. مكان اسباني اصلا في برشلونه، عندهم 6-7 فروع هناك، وبعد كده فتح في الامارات، وبعد كده جه فتح عندنا في مصر. المكان تحفه وانا متحمسه له جدا. ودلوقتي احنا هنطلع على المكان انا ومعايا صحابي يويو ومنى. دخلت عليها وهي بتحط النيل بوليش تقريبا. عندك مين؟ يا جماعه معلش سلموا على فانزاتي. هاي. متحمسين؟ قوي. يلا بينا بقى، اخدكم معايا طول اليوم. باي باي. ركننا في الباركينج ودلوقتي طالعين برانشان كيك. يلا بينا. لا فاجئني جدا. انا برضو قلت نتصور في مراية الاسانسير. بجد اسانسير ازاي عاملين لنا اسانسير علبة غريبة كده مخيفة. بجد هي اصلا الفكره في المرايه بتديكي شعور براحه، عشان الاسانسير اصلا بيبقى ضيق. ايوه ان ده لو حصل اي حاجه وحد اتحبس فيه المرايه بتديكي انا انسانيتي تاني. حلو قوي. المكان حلو جدا جدا الصراحة، تحفة. المكان خطير. هقوم دلوقتي افرجكم المكان من جوه، بس هما للاسف احنا جايين متاخر طبعا. للاسف يا جماعه احنا جينا متاخر جدا. فهم قالوا لنا قدامنا ساعه واحده بس في المكان، وان شاء الله اللي بعدنا الحجز اللي بعدنا على الترابيزه دي ما يجوش، ان شاء الله احنا نقعد ونطول. يا جماعه انا كنت جايه هنا عشان اطلب حاجه معينه بالاسايي. انا مش عارفه الناس كلها عارفه الاسايي ده ولا لا، بس ده مجموعه من التوت المعين. المفروض ان هو بيتعمل بيه ايس كريم درينك كده. هحط لكم صورته جنبي هنا، وده اللي انا كنت جايه بجد عشان اطلبه، وشكله مغري وكان نفسي اطلبه جدا. في امريكا بره كنت جربت الشوكليت بالاسايس، الصراحه كانت خطيره، ولحد دلوقتي انا نفسي حد رجع يجيبها لي او ان انا اسافر تاني عشان اجربها. فكنت جايه عايزه اجرب الدرينك ده قوي، وللاسف مش متاح عندهم عشان الاسايس مش موجود. فيعني اول حاجه الترابيزه ممكن تتاخد مننا، تاني حاجه الدرينك اللي انا عايزاه مش موجود. فان شاء الله طلبت حاجه تانية كده باشن فروت وبتاع، ان شاء الله تطلع حلوه. استنوا بقى هوريكم لما الاوردر يجي. يا جماعه الاوردر وصل، الفرنش توست والبان كيكس والكرواسون، ودول التو درينكس اللي احنا طلبناهم بدل الاسايل اللي كان نفسي اطلبه. وده المكان القمر. تعالوا بقى ندوق الاكل. هدوق الاكل واقول لكم طعمه عامل ازاي. خدي بالقلب. دي اول حاجه في الفري داي بتاعي. الفرنش توست خطير، هو احلى حاجه فيهم حسيت. البان كيكس للاسف مش حلوه، بس الكرواسون فريش جدا وبيقرمش شويه فلذيذ. احنا عرفنا منك برضه معاكي البان كيكس حلوه قوي. البان كيكس عجبت واحده مننا، ما عجبتش 2 مننا. الدرينك ده بقى كان بتاعي اسمه ايه؟ مش عارفه، بس انا بتاعي اسمه فاونتن فيه. هكتب لكم الاسم ان شاء الله، يعني هكتبه لكم على الفيديو. بس هو مش حلو، مسكر قوي. هو فيه باشن فروت وبتاع، مسكر قوي. ده احلى كتير الصراحه. طعم مزازه كده حلوه قوي. يا جماعه احنا خلاص بنموت، جزعنا جدا طبعا من الاكل، والبتاع ده مسكر قوي، انا مش قادره اشربه الصراحه. كنا المفروض نطلب حاجه حادقه ما طلبناش. سوق المكان جوه حلو قوي قوي قوي، بس برضه البتاع الحلوه دي تحفه جدا. احنا خلصنا طبعا بسرعه جدا، قعدنا ساعه او ساعه ونص تقريبا، بس المكان حلو قوي. التويلت بحب اي مكان اروحه يا جماعه ادخل التويلت فيه، بحب اشوف قوي التويلت عامه جميل.
تعالوا بقى نشوف هنروح فين. محتاجين نشتري مخلل او زيتون بجد، نحدق وبعدين نشوف هنروح فين. احنا طالعين بقى من المكان. شكرا. لو حد ما فيهوش غلطة الحد ده هو بصوا البنت دي جايبانا حاجه تبع الفنون، والاتنين دول فنون معايا مهندسات. هي معرفش تبع ايه بس هو حاجه غريبه، وانا هوريكم بقى. حاجه كده عباره عن مكان فيه حاجات مختلفه كتير. هتلاقوا جزء ان انتوا تعملوا شوبينج هدوم عادي، وفي بيكري وفي ورد في الاول هوريهولكم خطير. الله تحفة تحفة. لا انا هعمل لكم ده مش يا جماعة، انا عايزة اروح اجرب. ايه ده؟ ما بيعملش صوت، ما بيعملش صوت ليه؟ انا ادركت ان انا اول ما هخبط فيها يعمل صوت. ده بايظ محدش يشتريه. بصوا جوه المكان تحفة. ايه الحلاوة دي؟ تحفة الصراحة. لو اي حد يعني جه هنا هيتبسط قوي، مكان مختلف تماما. يا جماعة بصوا الحلاوة. ايه ده؟ ايه القمر ده؟ تحفة تحفة. بصوا الحلاوة. المكان جميل قوي يا جماعة بجد. مش عارفة جايبين كل التلفزيونات البايظة دي منين، القديمة قوي دي جمعوها ازاي؟ طيب بصوا المكان بقى. احنا كنا لسه تحت هنا، اوكي، وهنطلع بقى الدور اللي فوق ده كمان. برضو الحاجات دي عادي. بصوا 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 تحفة بقى من فوق. احنا بقى خلاص دلوقتي في اخر دور. دي الانترنس اصلا. الورد ده تحفة عامة، ممكن اي حد يشتري ورد من هنا. يا جماعة بصوا اهو ده المكان، زون 69 في جاردن 8 في التجمع. وده احنا. وده الورد اللي في الدخلة. بجد المكان تحفة. ده اللي بقى نشوف هنروح فين. غالبا يا جماعة روحنا وغيرنا ونزلنا. انا حاسة ان احنا النهاردة منجزين جدا جدا في اليوم الصراحة. رايحين فين بقى؟ احنا هنا دلوقتي في 5A عشان جايين نشرب قهوة في كاف. انا بحاول اشوف براندات غير طبعا ستاربكس والبراندات اللي احنا مش هنشرب منها حاليا. ف كاف الصراحة سمعت ان هو حلو قوي، وانا من زمان قوي نفسي اجربه. وبعدين الصراحة مش عايزة اجرب القهوة عامة، انا عايزة اجرب عنده مشروب معين اسمه كونولادو تقريبا. هو عبارة عن درينك في منه بالقهوة ومن غير القهوة وعليه كده ايس كريم ساندوتش من فوق، شكله حلو قوي. وصلنا كاف اهو، هندخل بقى. انا عامة انا شايفة ان المكان من جوه خطير جدا، فتعالوا ندخل نشوفه من جوه. وصلت كاف اهو، بس ايه المكان حلو جدا الصراحة. تعالوا بقى نطلب قهوة. انا متحمسة جدا على فكرة، هو براند قطري فمتحمسة يعني. احنا مش لاقيين مكان خالص النهارده الجمعة، فالدنيا زحمة، فغالبا هنقعد هنا على البار عشان مفيش مكان بره. الدنيا زحمة جدا يا جماعة. المكان الصراحة شكله حلو قوي. بصوا دي قهوة تقريبا بيحصل لها فلتريشن، بس قهوة بجد، انتوا فاهمين. تعالوا بقى نطلب. بس هو المكان جامد. احنا هنطلب اسمه كون هيلادو، ده تاني واحد. تعالوا بقى نطلبه ويا رب يطلع حلو. طلبت الدرينك اسمه كون هيلادو. اوكي كون هيلادو هو عباره عن
حاجه كده زي يعني ميلك شيك او حاجه زي كده، بس فيه بالقهوه وفيه من غير. انا طلبته بالقهوه وعليه ايس كريم ساندوتش من فوق. انا جايبه عشان ايس كريم ساندوتش الصراحه وعشان شكله حلو. تعالوا بقى اجربه معاكم واقول لكم فعلا طعمه حلو ولا لا. عامه حلو بس مش احلى حاجه. حاسه ان هو ممكن ايس كريم ساندوتش في البيت ونعمل نفس الطعم بالظبط، بس الصراحه فايبس المكان مختلفه وحلوه قوي. هو اوفر اول حلو بس اوفر برايس. يا جماعه لسه مخلصين كده، بصوا ورايا هنا. الصراحه هو حلو، القعده حلوه قوي والفايبس حلوه قوي، بس هو اوفر برايس جدا. وهو طعم القهوه حلو بس مش فظيع، مش اللي هو لازم اجيله مخصوص. لسه مخلصين بقى، مش عارفه لسه هنروح على فين، هنفكر هنتغدى فين. عشان كده انا حاسه الفري داي بتاعي بيضحك عليا فيه. يعني حلينا وشربنا قهوه وهنشوف هنتغدى فين. ودول صحابي ورا بيتصوروا طبعا. احنا في كل حته بنقف نتصور كتير طبعا، معروفه البنات كلها بتتصور. والمكان الصراحه هادي وبحب الميوزك الهاديه والكلام ده. هنروح بقى دلوقتي نشوف. الصراحه احنا مش عارفين لسه هناكل فين، محتارين بين كذا مكان. هشوف وهقول لكم، متقلقوش انتوا معايا. يلا بينا يا جماعه. احنا غيرنا وجينا سيزلر عشان هنتغدى فيه. انا متحمسه ليه جدا لاني عايزه اجربه من زمان جدا، بس انا قلقانه ما نلاقيش فيه مكان. فهندخل دلوقتي وان شاء الله نلاقي فيه مكان. يلا بينا يا جماعه. الاكل اللي وصل وطبعا واضح ان احنا اكلنا، بس هي الاضاءه هنا وحشه قوي فانا مش عارفه اصور. انا طلبت بيكاتا بالمشروم والبيبر صوص رهيبه يا جماعه، وفي تشيكن سبرينج رولز كده خطيره برضو. وطلبنا باستا شريمب باستا حلوه قوي، بس البليت ده اللي هيجي هنا لو طلبه هيتبسط قوي. خطير الصراحه يعني. حلو كده يا جماعه، نبقى خلصنا الفيديو بتاعي النهارده. جماعه والله العظيم انا كنت حنينه الصراحه، يعني ما خدتش يعني فري داي كما يجب ان يكون بجد. انا يا دوب اكلت ديزرت الصبح وحتى ما كملناهوش انا وصحابي اصلا عشان كان مسكر اوفر وجزعنا. وبعدين شربت كوبايه قهوه وبعدين اتغديت بس ويومي انتهى وخلاص. بجد ده مش فري داي وده مش انتقام، وانا كده ممكن اعتبر نفسي خدت شيت ميل اصلا. حتى البليت بتاعي ما كملتوش، اكلت البروتين وسبت الرز اغلبه وسبت الفرايز اصلا كلها. بجد بجد بجد. فاذا ولذلك قررت ان انا بكره ممكن اكمل شيت ميل بما اني هنا في القاهره، فهكمل بقى خروجاتي وفسحاتي. ممكن اخدكم معايا وممكن ما الحقش الصراحه، فهنهي الفيديو كده كده النهارده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ولو عجبتكم الفلوجات اللي منها وريتكم اليوم بتاعي في الكومنتس عشان اصور معاكم فلوج تاني. وبوعدكم ان شاء الله ان الفيديو الجاي هيكون بقى يوم هيلثي صحي جدا. واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام عشان كل الحاجات اللي انا جربتها دي هتنزل على الانستجرام وعلى التيك توك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.